اهو. ابص الاقي كده زغلول زي كده اهو، زغلول كده شقاوة الدنيا كلها تلاقيها فيه اهو. ده كان خايب وانت معرفتش تبيعه، تعرف ان انت كنت غبي مع فرد الحمام، معرفتش دماغه، غلطت معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الغواية، احلى واجدع مسا عليكم يا رجالة. موضوعنا النهارده موضوع مهم، موضوع جميل، موضوع مش هنتفق على رأي واحد فيه، بمعنى في ناس هتختلف معانا وفي ناس هتتفق معانا، وهي آراء، وهحب طبعا ان انا اسمع آرائكم كلكم في الكومنتات. طيب النهارده موضوعنا عن الحمامة الدشار، الحمامة الدشار. طيب السؤال اللي انا هسأله لكم في اول الحلقة يا جدعان، الغية، غية دشار، رد وركز معايا. الغية غية دشار ولا غية زغلول ولا منده على مرنده، يعني دشار وزغلول؟ وايه مميزات، ايه مميزات كل حاجة فيهم؟ يعني انت لو غوي دشار ايه المميزات وايه الاضرار؟ لو غوي زغلول ايه المميزات وايه الاضرار؟ ولو غاوي من ده على ده قول لنا برضو رايك، احب نسمع رايك. الفيديو اللي فات يا رجاله اتكلمنا ازاي تخلي فرد الحمام الدشار جامد، ازاي تخلي فرد الحمام الدشار جامد. الكلام ده كان من 5 ايام او من 6 ايام، انا متاخر عليكم في الفيديوهات، حقكم عليا، بس ان شاء الله الايام اللي جايه باذن الله هننزل لكم كل يوم او كل يومين فيديو. لما عملنا فيديو ازاي تخلي فرد الحمام الدشار جامد، طب ما هو فرد الحمام دشار ده برضو من تعليقاتكم من اسئلتكم، ما هو فرد حمام دشار وانا رايح شاريه على تبات او شاريه من مكانه، يعني شاريه من بابه، يعني فرد حمام جامد. ازاي اخليه جامد؟ ما هو جامد لو انا سبته وقام من بابه ومشي، انا هبقى فرحان. ابقى فرحان ليه؟ عشان خاطر هو ما اتضربش وهو روح وفرد الحمام ارفع له القبعه واديله تعظيم سلام والكلام ده كله بقى كلام في الفاضي. خدها مني بقى نصيحه من اخوك، انا مش بتاع ميديا، انا بطلع اقول لك الكلام اللي على ارض الواقع. في فرق بين الواقع والمواقع. النهارده لما بتروح تشقى وتقف، اذا كنت نجار مسلح، حداد، سمكري، ميكانيكي، ايا كان شغلتك، سواق تاكسي، حتى سواق اوبر، انت الشمس بتطلع عينك ومصاريف وتعب واكل وشرب والحاجه كلها مولعه. فانا لو معايا 2000 3000 رحت جبت بيهم 7 8 حمامات، والنهارده اقل دكر هتجيبه من بابه على قده كده ب 250 جنيه، مش هينزل عن كده. يعني لو رحت جبت دكرين بتوع نش حلوين ممكن تجيبهم ب 3000 جنيه. طيب يا فرحتي يا فرحتي لما اروح اجيب دكرين ب 3000 جنيه وافتح لهم ويروحوا وانا اصلا طالع عيني عشان اجمع ال 3000 جنيه واشيلهم من قوتي ومن قوت عيالي ومن مصروف يومي، لان السما مش بتنطر فلوس. صح ولا ايه يا جدعان؟ كلام اهو بينا وبين بعضنا بالحب وبالاحترام. طيب يبقى انا النهارده لما امسك فرد حمام جامد وسعره غالي او هو عامه جامد، سيبك من موضوع الفلوس عشان محدش يقول لي اللي ما معهوش ما يلزموش. انا لقيت مرقع جامد، لقيت استرالي برقبه خضرا جامد، لقيت ابلق جامد، انا ليه افرط فيه بالساهل؟ افرط فيه بالساهل دي صعبه، لان انت لو عرفت تجمع الفلوس تاني او معاك فلوس تاني، انت مش هتعرف تجيب فرد حمام بقوه اللبلق اللي ضاع منك او بقوه المرقع اللي ضاع منك. فانا النهارده لما اجي يبقى عندي انتايه مثلا جريزلايه، كركنديه، عبسيه، ويبقى عندي في الغيه نتش، عشان انا راجل بتاع دشار، واجي اقوم جايب اللبلق ده واقوم مديله انتايه عبسيه، انا ببقى عارف العبسيه دي جهدها ايه وهتعمل معاه ايه واخرها ايه. طيب عندي شقلباظيه، ببقى عارف انا ممكن يبقى عندي شقلباظيه بتطلع تركب السما بالساعات، طب ما انا مش عايزها، انا مش عايزها. اصل خلي بالك ان انت تدي دكر الانتايه، وفي سؤال
وهساله لكم وانا هرد وانتوا تردوا برضه في الكومنتات. هو فرد الحمام اللي بيترمي لو اتفرخ ما يترميش؟ وانا هرد عن تجربه. انا بقى جبت فرد حمام مسود، فرد حمام مسود، سيبته لقيته بياخد لفه ويحط. فرد حمام لسه عايز يتسمس وعايز يفك عضلاته وعايز. طب انا لو اديته انتايه شقلباظيه ولا باكستانيه من اللي بيطيروا عندي ويركبوا السما، ما تفكهوش؟ تفك. اسمع اللي انا بقول لك عليها، هتفك. هيطير معاها مره وهيسيبها ويسقط، وهيطير معاها مره وهيسيبها ويسقط، وبعد كده هتطول نفسه، وبعد كده هتفتح الدايره بتاعته، وبعد كده هيبقى زيها في السما. واقسم بالله ان الكلام ده عن تجربه. في غيتي انا ما بحبش الانتقاد. انا بتيجي تقول لي الصح بقول لك الصح 1 2 3 20. انا بعمل من الصح ده ايه؟ بعمل 1 و7 و8 والباقي بدماغي. لان زي ما اتفقنا الغاية مش قرآن، مش نهج كلنا هنمشي عليه، مش فرض زي صلاة الظهر كلنا هنصلي 4. لا، غاية الحمام فيها ابتكار. طيب انت لو جيت لاي حد وسالته ذكر الاولى لو اتفرخ يترمي، هيقول لك لا، مش هيجري، مش هيمشي، مش هيديك نفس الطيران، مش هيديك نفس الجهد، مش هيديك. واقسمت لك بالله والناس اللي حواليا عارفين ان انا بنش وبرمي تماسي، وان الحمد لله الفضل لله ان احسن اولى بشهاده الناس الاولى بتاعت العبد لله، واكتر واحد بيرمي حمام العبد لله، واجمد حمامتين بيترموا حمام العبد لله. الحمد لله والشكر لله، وهذا من فضل ربي. الغايه دي توفيق من عند ربنا والرزق من عند ربنا. تمام يا رجاله؟ تمام. طب انا يا عم الحاج ما بربيش زغلول، انا بعمل ايه؟ بشتري كوره، وما بروحش اشتري كمان من الغيه. انا بشتري الكوره من ناس حبايبي. فرد الحمام ده جامد يا محمد، خد نشه. فرد الحمام ده بلاقيه في السوق بقلبه الاقيه جامد بنشه، وانا عيني فيه بسيبه وهو اتشار، وبعرف دنيته فيها ايه ومداخله ومخارجه فيها ايه، وساعتها بقرر اخليه ولا ابيعه. ولو هخليه حاضين عندي، ولا اخليه فرد حمام يطير حوالين دماغي، ولا ده فرد حمام بتاع اوله انا وانا شاريه برضه، يبقى ايه؟ تبقى ليها نظره. فرد الحمام كل الحاجات ده انا هعلمها لكم واعرفكم ازاي. طيب جيت انا جبت الحمامتين الجامدين دول في 50 طريقه لنش الذكر. اتكلمنا عنهم، اذا كان عن المكبه، عن المطشره الاسكندراني على الاربع جناب، اذا كان نسل، اذا كان على الباب، اذا كان اشخوره على مرايه، اذا كان اشخوره على نتايه، يعني احط له مرايه يقعد يشخور عليها، باب، على كلفه، على كل الحاجات دي احنا اتكلمنا على النسل الكلام ده. طيب هل نسل الحمام بص كل الكلام ده انا برد وانت رد في التعليقات براحتك. هل نسل الحمام بيضعف فرد الحمام وبيعجزه؟ عن تجربه لا. اللي يعجز فرد الحمام التعديل. ايه بقى التعديل؟ ما انت هتقول لي ده زي ده، لا. انت جايب فرد حمام مثلا شاب من غيته، من وهو زغلول محطوط في غيته، اتنسل قد ايه؟ ولا مره. فانت جيت نسلته مره وانا نسلته مره، ادي مرتين عادي. انما لما انا اجي كل دوره، كل شتاء، كل رمي تماسي اسرق ريشه واعدل له ريشه، فهو اساسا وانت بتشد الريشه اللي هيبقى فيها دم لو طلعت عجزت. انت لو شديت ريشه فيها دم عجزت. لو وانت بتشد الريشه افتريت ودمرت المثانه بتاعت الريشه هتقفل وعجزت. انما انت لو نسلت بالعقل مش هتعجز. لو سرقت ريش الحمام كذا مره هيضعف فرد الحمام. طيب الحمام الوزار ما بيتنسلش يا رجاله، اسمعوها مني، اقسم بالله الحمام الوزار ده الريش بتاعه عامل زي الخص، لو اتنسل بيبقى طري ويطلع مفتل ويطلع ضعيف ويبقى فرد حمام جامد وكل حاجه، بس ريشه ضعيف وريشه مش مساعده، وفرد حمام مقرف قوي في نسله وفي تطليع ريشه. فانا بدل ما انسله، لا انا ممكن اسيبه ال 40 يوم بتوع النسل في باب ويطلع وينزل عليه.
ويسيب في الارضيه تحت الشبكه. نسل الحمام في الوزار مش حلو، انما في الجريزلات والاستراليات والشوامع عادي. طيب هنا بعمل ايه بقى؟ انا بعد ما بخلص نش، وطبعا في ترخيم والكلام ده زي كل المناطق الشعبيه وما بقصدش حد بعينه. انا مش هقفل على 70 ولا 80 ذكر ولا انا بص يعني الحمد لله الحمد لله عندي كميه كويسه يعني. الشتاء اللي فاتت دي كانوا 160 ذكر، الشتاء اللي قبلها كانوا 320 ذكر كده. لما الذره بتغلى بقل الحمام، ولما القرف بيزيد بقل الحمام. طيب انا النهارده لو عندي 200 ذكر ولا 100 ذكر ولا 80 ذكر ايا كان العدد، هقفل عليهم من شهر 3 ولا من شهر 4 لحد شهر 11 ولا شهر 12 على ما اجي افتح اشمس. طب انا مستفاد ايه؟ انا راجل مزاجنجي طالع الغيه اتمزج، طالع الغيه اتكيف. طيب انا لو ما عرفتش اتكيف، انا بتكلم بقى عن نفسي، انا ما عرفتش اتكيف من النشء، بتكيف من صوت الزغاريد. بتكيف قوي كده لما اطلع مثلا في البيت كده اطلع غيتي كده يا رجاله، الاقي زغلولين كده ولاد الذكر بتاع الاوله اهو. ابص الاقي كده زغلول زي كده اهو، زغلول كده شقاوة الدنيا كلها تلاقيها فيه اهو. هعمل ايه؟ افرخه عشان لو كبر، عشان لو ما ادانيش اهو، عشان لو مات، علشان هيبقى سايب لي، هيبقى ايه؟ سايب لي حاجه من ريحته اهو. الذكر الانجليزي اللي انا بكلمكم عليه الاحمر اهو يا جدعان، هو اللي عمال يشخور ده اهو، دخل الصاج اهو وانتوا بتحدى اهو، وادي التحديقه اهي، ولازم التحديقه، وبيترمي معايا سنه واتنين وتلاته، واقسمت لك بالله انا عندي فرد حمام بقاله 14 سنه برميه، وبعد كل شتاء يخلص افرخ اخد منه عش ولا عشين واقوم قافله. طالما دخل القلش، انا بص الفيديو هيطول عشان خاطر محدش يمسكها عليا معلش. طالما دخل القلش ايه اللي يحصل؟ فرد الحمام يتقفل. ليه؟ لان انا مش هفرخه وهو بيقلش. القلش وقع ريش بيبقى محتاج جهد والكلام ده كله. من اول ما يتقفل عليه ياخد فيتاميناته، املاحه المعدنيه، تحديقه، كلفته الخشنه، ويقف في بابه من اول شهر 7، يقف بقى 7 و8 و9 و10، 4 شهور في باب، واكل شارب نايم، ذره خشنه وتقشط من عليه وفاهمني. ممكن تيجي تشد الشبكه تفتح لهم، ممكن تيجي تفتح لهم 5 دقايق 10 دقايق، هووا نفسهم على العرق، كل واحد ودماغه، كل واحد على حسب ميعاده. وبتيجي بعد كده بتشمس، تحد وتجرد، دخل الحمامتين بتوعك سنه في التماسي، وربنا بيكرمك والحمامتين بيبقوا 100 100. ياخدوا معاك وقت، في حمام بيشحم من القفله عليه وبياخد معاك وقت، في حمام كتفه بيبقى واقف بياخد معاك وقت، المستحمات بتاعتهم والكلام ده كله. طيب ان انا لو خليت الغيه للدكوره انا هتاكل. وعايز اقول لك على حاجه، الحمام ده انت مسؤول عنه زي ما ابوك مسؤول عنك. ابوك ده مسؤول عنك ان هو يعلمك، ان هو يعالجك، ان هو يجوزك، فانت برضو فرد الحمام ده نفس الكلام، انت مسؤول عنه، تاكله، تشربه، تعالجه، تديله فيتاميناته وتجوزه. هو مش معنى ان هو يعني ربنا مديهولك انت ان انت تخليه من غير جواز. وحتى عشان برضه في ناس تقول لك الغايه عامله زي معسكر الجيش، لا، الراجل اللي متجوز في الجيش بيديله اجازه، بينزل يقعد مع مراته، يقعد مع عياله، يقعد وبعد كده بيروح الجيش تاني. هل لما بيروح الجيش تاني ما بيعرفش يضرب نار؟ هل لما بيروح الجيش تاني ما بيقدرش يعمل التمارين؟ كل الكلام ده في الفاضي، ما تزعلوش مني يا جدعان، انا راجل صريح
طالع بقول لك كلام من قلب الشارع. عايز تمشي بيه امشي بيه، مش عايز تمشي بيه براحتك. الغية مدارس، مدارس، وكل شيخ وله 1000 طريقة، مش طريقة واحدة. كل شيخ له 1000 طريقة. ممكن تلاقي في ال20 درجة اللي أنا بقول لك عليهم، ال20 طريقة أنت بتستخدم منهم 3، أنا بستخدم 4، فلان بيستخدم 5، فلان بيمشي على حذافيرها، أنا ما بحبش على حذافيرها. الغاية للإبداع، أنت لازما تبدع. كن ملكا فالتاريخ لا يذكر الجنود. خليك في غيتك كده ملك، ملك في غيتك، وتقبل الانتقادات، تقبل كل حاجه. المهم ان انت تكون نازل مرضي. ضاع منك فرد تبقى مرضي، تبقى عارف ان انت فرد الحمام ده كان خايب وانت ما عرفتش تبيعه. تعرف ان انت كنت غبي مع فرد الحمام، ما عرفتش دماغه، غلطت معاه. في غلطات من غاوي الحمام وفي غلطات بتبقى من فرد الحمام. بس 90% من الغاوي، الغاوي برضه بيبقى عينه في فرد الحمام، عارف فرد الحمام ده جامد ولا مش جامد. بس في غاوي حمام بيبقى حرك شويه، عايز يعني يثبت لنفسه، لا انا هخليه وهعمل وهعمل وهعمل، وانا برضه من ضمن الناس دي. في غاوي حمام لا يابا، بيعه انا قبل ما انت تبيعه، هبيعه انا احسن ما انت تبيعه. يا رب اكون انا قدرت افيدك، والفيديو ده انت استفدت منه بحاجه. واسمع رايك في الكومنتات، وتقبل كل الاراء باحترام، بالاحترام. ركز في الكلمه، لا اغلط فيك ولا تغلط فيا، عشان ولا انت احسن مني ولا انا احسن منك. عجبك الفيديو لايكك الجميل وصلي على النبي في الكومنتات. مش عاجبك الفيديو نورتني وشرفتني، وانا اتشرفت بمعرفتك. واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.